طبعا اليومين دول مكرونه الانسجام عامله قلبان على السوشيال ميديا، ترند دلوقتي على التيك توك واليوتيوب، ما شاء الله كله بيعملها. فتعالوا نعملها ونشوفها زي بتاعه الانسجام ولا لا. اكيد كلنا جربنا الانسجام او سمعنا عنها، تحفه ان شاء الله. نعملها زيها بالظبط بالظبط على الشعر. المكرونه مستويه، لا نيه ولا معجنه، الصلصه لونها تحفه مش محروقه، والطعم خيال بجد. جربوها وان شاء الله تعجبكم. سهله جدا في عمايلها، مش محتاجه افتكاسات ولا خبره، اي حد ممكن يعملها. يلا بينا نبدا. طبعا اهم حاجه في الموضوع ده البصل. هنقطع بصل، نقطعه جوانح او شرايح وهنحمره. تمام زي ما انتوا شايفين. قبل ما احمره هحط عليه معلقه كبيره من النشا بحيث يبقى مقرمشه وما يتحرقش مني. واقلب كده النشا بالبصل. قلبت النشا، حطيت زيت غزير على البوتاجاز وابتدي بقى احمر في البصل لحد ما ياخد اللون الحلو ده. تمام. نفس الزيت بس نقصته طبعا عشان الكميه كبيره. حطيت فيها معلقه كبيره من السكر واقلب فيها لحد ما تتكرمل وتديني لون حلو. شايفين السكر عامل ازاي؟ هنزل بقى بمعلقه كبيره من الصلصه معجون الطماطم واقلبه كده في الزيت لحد ما تفك، وانزل عليها بالطماطم المعصوره حسب الكميه اللي انت هتعمليها طبعا. تمام. هقلب فيها كده كويس، وهنزل بمكعب من الثوم او حوالي 3 فصوص من الثوم. مكعب من الثوم عشان انا بحطه في الفريزر بجمده وبقطعه مكعبات. ابتدي بقى بهارها عباره عن ملح وفلفل وشويه كمون شويه كزبره. اهم حاجه الملح، نظبط الملح بتاعنا ونسيبها تتسبك. بس قبل ما تتسبك هنحط نجيب البصل بتاعنا بعد ما برد، هنفركه ونكسره بايدينا او نحطه في الكبه. الاسهل ليكوا اعملوه. هنا فرمته بايدي زي ما انتوا شايفين، او على البورد بالسكينه كده برضو هيتقطع معانا. نحطه بقى على الطماطم ونسيب الخليط ده كله يتسبك لحد ما يدينا لون حلو وطعم احلى. يبقى كده التركايه البسيطه بتاعت المكرونه الانسجام خلصت. بالنسبه للمكرونه هما بيحطوا سباكيتي على مرمريه. تمام. ممكن نحط سباكيتي على قلم على فكره. هنسلقهم مع بعض. تمام. سلقت المكرونه صفيتها، انا ما بردتهاش، حطيت عليها شويه زيت من زيت التحمير بتاع البصل، وكده الطبق بتاعنا جاهز. نغرف بقى وناكل. تمام. حلوه جدا. عايزه اوريكم الصلصه عامله ازاي، ما شاء الله حلوه جدا تحفه. زي ما قلت لكم البصل ما اتحرقش مني فاداني لون للطماطم حلو قوي. الصلصه دي هي نفس صلصه الكشري بتاع المحلات على فكره. تمام. شايفين الطبق جميل ازاي؟ بيتكلم عن نفسه، مش محتاج اي دليل ولا محتاج اي جايد يتكلم عنه. جميله جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.